السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا ملاح وان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب. اليوم ان شاء الله نخدموا مع بعضنا الكعك، يجي بزاف بنين بزاف شباب، والبنه نتاعو صح روعه، وتاني الوصفه تاعو سهله بزاف. نبداو ان شاء الله ونقولوا بسم الله. بالنسبه للمقادير، الحاجه الاولى اللي نبداو بها نديروا قرصه تاع الملح وزيدي معها حبه بيض ونص كاس زيت وكاس ناقص صباع سكر وواحده لافاني. خلطي كل شيء مع بعض. زيدي معاها مغرف كبيره نتاع خميره الخبز وكاس تاع حليب. راكم تشوفوا معايا. خلطوا المكونات كاع مع بعض مليح. من بعد تقعدي تضيفي في الفرينه نتاعك، زيدي معاهم ساشي خميره كيميائيه وتقعدي تضيفي في الفرينه حتى تحصلي على عجينه تلاصق في اليد. نضيفوا الفرينه تاعنا بالتدريج. زيدوا معاها تانيك بعد ما تتلايم العجينه، تزيدوا معاها مغرف كبيره نتاع زبده. تحاولي تدخلي الزبده مليح مليح في العجينه نتاعك. كي تشوفيها تتلاصق بزاف ما تخافيش، العجينه نورمال دركا شويه شويه ترجع عجينه طريه ورطبه. يعني قعدي تدخلي في الزبده مليح حتى تولي القوام تاع العجينه هكا وتشوفوا معايا. هنا شيرات خلوها تخمر هكاك نص ساعه ولا عندك الوقت حتى ل 45 دقيقه كل ما تخمر مليح. من بعد ما خمرت العجينه نتاعنا، انا العجينه لهنايا قسمتها على زوج وراكم تشوفوا معايا. فتحت العجينه وهنا جبت كاس وراني قاعده نشكل في الكعك تاعنا. وانتم تانيك تقدروا الشكل اللي بغيتوه على حساب طوابع واش عندك متواجد في الدار. وتانيك جبت البلع تاع القرعه اللي راها مكابلتني فوق البوطاجي. ايا وقطعت هذوك الدويرات في الوسط كيما راكم تشوفوا. كملت الحبيبات الاخرين كاع كيف نفس الطريقه. وهنا الشيرات قبل ما نديروا صفار البيض تدفيهم في البلاط تاعك وتخليهم يختمروا 10 دقائق. انا نسيت ما صورت لكمش هذه المرحله. ومن بعد كي يختمروا بعد 10 دقائق درت لهم صفار البيض اللي زدت له شويه نتاع حليب ودرت تاني الجاجلان فوق الحبيبات تاعنا ودخلتهم للفور. وهنا الشيرات بعد ما طابوا هذا هو الشكل النهائي للكعك تاعنا، يوالم قهوه الصباح وقهوه العشيه. ايوا وجمعت لي الحق عليها الظهر تقعد تخمم انا واش ندير واش نطيب وراها بحرت لي القهوه تاع العشيه. نقول لك ارواحي عند اختك ديري ابوني هكا باش نخمو مع بعضنا ونتوانسوا مع بعض ونمدوا لبعضنا الافكار. ما نطولش على خياتي. الا عجبكم فيديو جا كومونتير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.